السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو جديد. غنحضر معكم واحد الكيك باللوز والكوك. كتجي رائعه، كتجي غزاله، ما نقولش لكم اللوز والكوك البنات واحد المذاق ولا اروع. ودابا دابا دابا ما تنساوش خدكم في واحد اللايك. هبط ديري ليا لايك، ديري ليا لايك المهم انا ما ديري لايك، وشاركي في القناه الا كنتي مازال ما اشتركتيش، وتغطفي الجرس باش يوصلكم كل من هو جديد. هاد الكيكه البنات، هاد الكيك راه كتجي واعره. اللي داقها عندي اقسم لك يمينا كيسولني على المقادير، واحد السيده طلبت مني باش نحطها وقلت علاش لا ما نحطهاش. كنت درتها في واحد عيد ميلاد ديال ولدي وشافتها وقالت لي حطي لي اختي هذيك الكيك اللي انتي مصايبه ديال اللوز، وها هي الان غنحطها ليها. هاد الكيكه البنات راه كتجي رائعه، ما نقولش لكم كيفاش كتجي. معايا نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمقادير البنات غادي نحتاج كاس ديال السنيده، 4 البيضات، فاني وحده، كاس اللوز، كاس الزيت، كاس الكوك، خيز زوه وحده، جزره محكوكه، 2 معالق ديال الفيرميزيل، دانون، 4 ديال الخمارات، وزلافه ديال الدقيق. تقدر تقدك زلافه اولا تزيدي عليها واحد شويه. بالنسبه للطريقه البنات غادي ناخذ واحد جبانيه غندير فيها كاس ديال السنيده ومعلقه ديال الخل البنات اللي نسيتها ما دخلتهاش مع المقادير، قبيصه ديال الملح، هذيك الشيء راه ضروريه، قبيصه الملح اللي بغات ديري مبغاش ديرها ما كنديرهاش شي مرات انا. ما علينا. هنايا خديت جبانيه درت فيه كاس ديال السنيده، درت 4 ديال البيضات، وغادي نطرب كلشي مزيان 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 مزيان. بالنسبه للكوكا البنات راه اللي بغات ديروه كديروا، اللي بغات تحمروا. هو في التحمر كيعطي واحد المذاق مختلف، كيعطي مذاق زوين. هنايا كيف ما شفتوا معايا غادي طربت البيض طربت البيض والسنيده. غادي نزيد عليهم فاني وحده صافي، وغادي نطربهم مزيان حتى كيتضاعف ليا الحجم ديال البيض. بالنسبه للخيزو البنات حكوه ولكن يكون رقيق شويه، ما يكونش غليظ بزاف باش ما يجيش باين بزاف. وهنايا من بعد ما طربت البيض والسنيده غادي نزيد عليهم كاس ديال الزيت. بالنسبه للمقادير البنات راه غتلقاوهم في صندوق الوصف مضبوطين مزيان. وغادي نزيد هنا كاس ديال دانون اي نكهه كتفضلي، المهم انا درت دانون فاني، نتوما اي نكهه كتفضلي. وغادي نزيد كاس ديال الكوك. بالنسبه للكوك البنات اللي بغات تحمروا، انا هنا ما عنديش الوقت ما حمرتوش، غير هو في التحمار كيعطي واحد البنه احسن. زدت كاس ديال اللوز وزدت خيز زوه محكوكه. بالنسبه للفيرميسيل البنات عندي 2 معالق، غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الفورس غير باش ملي نبدا نطرب ما يهبطش ليا، ملي نكبو في لاطه اللي غندير في الفران في المول ما يهبطش ليا داك الشكلاط لتحت، كيبقى في الكيك ديالي. هنايا كما كتلاحظوا معايا طربت كلشي مزيان، راه غير الكوك الكوك واللوز وهذا والجزر راه كيتقل الكيك. هنايا بديت كنزيد في الدقيق، زدت واحد 2 معالق ديال الفيرميسيل كما قلت لكم، وغادي نزيد الخمارات، 4 ديال الخمارات. شفتوا 4 ديال الخمارات. كنفضل انا نستعمل هاد ايديال هاد الحمراء، ما ديك الغوز ما كتعجبنيش صراحه الله. كنديرها في شي كيك ولا شي حاجه ما كطلعش ليا، ما عرفت ما كنرتاحش ليها وما كتعجبنيش. كنفضل هادي احسن، كنديرها فيها 8 غرام، كندير هادي الاخرى فيها 7 غرام. المهم انا راه كل وشنو كيستعمل، انا ما كنفضل هادي على الاخرى. ايوا هنا غنطرب كلشي مزيان. الكيكه البنات ما تخافوش منها، راه كتقل مع الكوكو وخيزو كتقل شويه، غير طربي مزيان كترجع عاديه ما تخافيش منها. شفتوا البنات من بعد ما طربتها رجعت على هذا الشكل هذا.
الا لاحظتوا الزلافه ديال الفورس راه ما كملتهاش، ما كتهز تقريبا، كتهز شي كاس ونص الزلافه، ما كتهزهاش. انا غير حطيت الزلافه حدايا احتياطيه، ولكن راه ما هزتهاش ليا كامله، هزت ليا تقريبا شي كاس وربع حتى الكاس ونص. هنايا غادي نطرب مزيان 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 مزيان. من بعد راني كيف ما لاحظتوا راني درت الخل وخديت واحد المول اللي هو داير، كتجي ثقيله واحد شويه على هذا الشكل هذا. راه ماشي ثقيله بالفرصه البنات، انما ثقيله بالمقادير، كتجي خزاله خطيره. جربوها وردوا عليا. هنا خديت واحد المول داير، نتوما اي مول عندكم اختاريتو ديروا. المهم انا هذا المول هذا داير عندي، هو اللي بغيت ندير. هنايا البنات كما شفتوا معايا خديت المول ديالي. الفران راني شاعلاه حيت الكيك راهي ثقيله واحد شويه كما قلت لكم، بالخيزو واللوز والكوك كتكون شويه واقفه. هنايا راني شاعله الفران كيسخن بحيث دربان عليها باغاها. هنا البنات راه غنوجد جوجات، ما غنوجدش غير وحده، وغنوريكم الثانيه نفس المقادير، نفس الشكل، نفس كل شيء. غير انا درت وحده ليا ووحده لاختي اللي دائما ما كنساهاش، دائما كندير بحسابها. هنا البنات كيف ما شفتوا معايا راه درتها في الفران، جبدتها طابت، كتجي على هذا الشكل هذا. راه ما نقولش لكم كيفاش كتجي، قسما بالله الا راه كتجي واعره واعره واعره. اقسم لك يا مينه، راه اللي كيجي عندي وكنديرها لي كيسولني على المقادير، كتجي واحد الكيك خطيره، ما نقولش لكم كيفاش كتجي. هنايا من بعد ما طابت الكيك وهي سخونه درت عليها دهنتها. نتوما تقدروا تدهنوها باي حاجه متوفره عندكم، دهنيها بالعسل، ما غير ما تقويش العسل باش ما تشربش لك العسل بزاف، غير شويه بشويه بالعسل اولا بالكونفيتير. هنا دهنتها انا بالكونفيتير كيف ما لاحظتوا معايا. وغادي نزينها بالكاوكاو مهرمش اللي حمرته من قبل، هو باش غادي نزينها. بالنسبه للتزيين البنات راه كيبقى اختياري لكم، والاختيار بغيتي تزينيها زينيها، ما بغيتيش تزينيها ما تزينيهاش. غير هو ملي كتزينيها كتزيد تعطيك واحد المنيضر حلقه عليها باش كتجي زوينه. هنايا الكاوكاو ولا لاحظتوا معايا راه حمرته واحد شويه وباقي سخون، ما نقولش لكم والله الا حرقني في ايدي، باقي سخون. هو هنايا البنات كان زينتها بالكونفيتير، دهنت ليها وجهها درت لها وجه بالكونفيتير. وهنايا غندير نزوقها بالكاوكاو كيف ما لاحظتوا معايا بالكاوكاو. ايوا البنات هنا راه كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا اللي كتجي رائعه، ما نقولش لكم كيفاش كتجي. جربيها وردي عليا الخبر، والله حتى كتجي خطيره، كتجي غزاله، ما نقولش لكم كيفاش كتجي. شوفوا على شكل وعلى رطوبه وعلى هشاشه فيها، ولو شفتوها في العجينه ثقيله في الخليط ثقيله راه كتجي رائعه، ما نقولش لكم كيفاش كتجي. الا لاحظتوا معايا شوفوا. بالصحه والراحه، وما تنساوش خيتكم في واحد